السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه في الأولين، اللهم صل عليه في الآخرين، اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن شاء الله النهاردة هنخلي اللفت دي أيامه، وإن شاء الله هنعملوه بطريقة سهلة وتاكلوه ويعجبوا بيه. دلوقتي هنقول لكم طريقة بسيطة إن شاء الله، هي مية وملح. إن شاء الله هتاكلوا أحلى مخلل ممكن تعملوه في حياتكم. هنلاقي شايفين اللفت، نلاقيه صغير كده، بلاش الكبير عشان بيبقى شيخ واحمر، وان شاء الله هيديكم نتيجه كويسه. دلوقتي هنخرطه، ممكن تخرطوه صوابع زي ما احنا بنعمله، ممكن تخرطوه مكعبات، بس ما تخرطوش رفيع قوي ولا تخين قوي. لفت لما خرطناه بقى بالشكل ده، اي كميه انت عايزاه. وده الفلفل اللي هنحطوه دلوقتي. هنروح نملح الميه اللي احنا هنحط فيها اللفت، وندوق. ملحنا الميه، هننزل عليها باللفت بتاعنا، وحطينا قرون الفلفل اهو في النص. هو ده ما بيشيلش معقول. بصي تضغطي عليه كده. كنت بشوف الولية تدوس. رش معلقه ملح على الوش ونغطيه، ودلوقتي هنغطي عليه. وده شكل المخلل بعد ما استوى، بعد يومين بالظبط، واحنا بدأنا بالفعل ناكل منه. وده شكله لما غرفته في الطبق. هو المخلل بس ميه وملح، هتجربوه ان شاء الله وهيعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.